انت ليه بتحسبيها بالقروش؟ المشاعر والاحاسيس والعواطف كلها بتحسبيها بالقروش. الدنيا ما كده. يعني عينك دي الواحد لو قلعها وخدت اغلى جوهرة في العالم مكان اكيد ما حشوف يبيع. يبقى القرش ما كل شيء، وما اي انسان ما عنده قروش ما بيسوى. بالعكس، الانسان بجوهره ومعدنه ورجولته. انا شخصيا لما تخرجت وكنت عاطل ما كان عندي قروش. فجأة ربنا ألهمني بمشروع أصلا أنا بحبه. أعمل ما تحب لكي تحب ما تعمل. فبدأت مشروع في نظر الناس تافه، حتى نسوان الحلة اللي كنت بعتبرهم أمهاتي بدأوا يشربوا بيه الجبنة يقطعوا فيني. دي شغلة رجال. والولد ده الكلام كان بيصلني وبيحرقني، لكن كنت بسكت. بداية المشروع أنا ترابيزة ما عندي. ترابيزتي كانت عبارة عن برميل قديم مصدي. حتى لما حاولت أشوف لي دعم أو دين من أهلنا رجال العيلة أو الجيران ما لقيت دعم، فزليت. لكن قلت المشروع ما بقيف، واصلته وبقيف من الصباح من 8 صباحا ل 11 بالليل وقفة واحدة. بقول يا أشرف استحمل. يوم ورا يوم المشروع بدأ ينجح، ونظرة المجتمع والنسوان ديل ذاتهم اللي كانوا بيضحكوا النظرة تغيرت. بقوا يردوا عليه السلام، بقى يرد عليه السلام. ما كان بيرد عليه السلام، كان يطعنوا بالكلام يا فاشل يا شنو. وبقت كل واحدة من النسوان ديل بتتمناني عريس لي بنتها، وأي واحدة فيهم فتحت نفس المشروع لولدها، لكن ولدها ما نجح والمشروع فشل وخسر قروشه. وبرضو أنا ما ضحكت فيهم ولا شميت فيهم، لأنه ده ما من طبعي. فانت يا بنت الناس دايرة صالة ب60 و70 مليون، ودايرة مهر ب50 مليون، ودايرة ذهب ب30 مليون، دايرة ما بخلو مني. أنا لو بقدر في غيري ناس ما بتقدر. أنا لو بقدر في شباب غيري ما بيقدروا. فانت ما بتنفع معاي عنك حاسباها قروش. أنا داير زول السترة. ومن هنا بقول لكم يا شباب، أي زول عنده مشروع حتى لو تافه في نظر الناس، أنت مدام بتحب المشروع ده أكيد حينجح. وأعمل واصل في شغلك، ما تشتغل بكلام الحساد. الناس دي عايزاك تكون فاشل ضايع. مشوار 1000 إيميل بيبدأ بخطوة. مشوار 1000 إيميل يبدأ بخطوة، والصبر وأكيد حتنجح في مشروعك. أكيد لو صبرت حتنجح.